مستدلا بما دار في لقاء جمعه بالرئيس الجزائري، والذي جاء فيه أن الرئيس أبدى رغبته في البقاء في السلطة حتى وفاته وفق ما نقل المحامي. تصريحات قسنطيني ما بدأت أن تحدث زوبعة من ردود الأفعال على الساحة السياسية الجزائرية، خاصة أن الرئاسة نفت في بيان أذاعه التلفزيون الجزائري الرسمي حدوث أي لقاء بين الرئيس والمحامي، واعتبرت أن التصريحات ومضمون اللقاء المفترض هي مجرد افتراءات. فمن نصدق، قسنطيني أم الرئاسة؟ وما مصلحة قسنطيني في افتعال واقعة لا أساس لها من الصحة؟ وألا تعيد هذه التصريحات المتضاربة التساؤل من جديد بشأن الحاكم الفعلي في البلاد ومسألة خلافة الرئيس؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية من الجزائر العاصمة السيد عبد الحميد سي عفيف، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطنية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني. وهنا في الاستوديو معي السيد إسماعيل خلف الله، المحامي والخبير في القانون الدولي. ضيفي الكريمين، أهلا بكما معي. أهلا وسهلا. سأبدأ معك سيد سي عفيف. هل يعقل يعني الرئاسة الجزائرية كذبت رسميا حدوث هذا اللقاء بين الرئيس الجزائري وفاروق قسنطيني، لكن هل يعقل أن يقوم قسنطيني بافتعال واختلاق واقعة هكذا من محض فكره أن يخترع أن يكذب على المشاهد وعلى الساحة السياسية الجزائرية؟ أولا فاستعمال كلمة لا يعقل هذا يعني أن فيه ربما تقدير في معالجة القضية والتصريح الذي جاء به هذا المواطن. يعني فاروق قسنطيني فإذا صرح بهذه التصريحات فهذا لا يلزم إلى نفسه، لأن الرد مؤسسات الرئاسية كان سريعا وحاسما وأغلق الباب لأي يعني لا تحدثت عن تقدير يعني، لكنه ليس تقدير، إنما هو ربما سؤال بسيط قد يتبادر إلى الذهن. فهو حر، يعني فهو حر. وأنا أتذكر أن فيه ساسة قبل قسنطيني فصرحوا بنفس أو قدموا نفس التصريحات يعني، وهذا شيء لا يلزم إلا إلى صاحب التصريح يعني بكل صراحة. وأنا أعتقد أن الرد الذي كان سريعا وحاسما، أنا أعتقد ربما كان واضحا بما فيه الكفاية. نحن نعلم أن كان واضحا بما فيه الكفاية وكان حاسما وأغلق الباب لأي تأويل يعني. طيب سيد إسماعيل خلف الله، الرد جاء حاسما وأوقف أو أقفل الباب في وجه أي تأويل، هل تتفق مع هذا الكلام؟ أولا تحية لكم أستاذة دنيا، وتحية للأستاذ عبد الحميد سي عفيف، وتحية للمشاهدين الكرام. أنا يعني أستغرب عندما أسمع يعني كلام الأستاذ سي عفيف عندما يقول قسنطيني هذا مواطن، أصبح قسنطيني فجأة مواطن عادي الذي كان يرأس أعلى هيئة استشارية لحقوق الإنسان مقربة من الرئاسة، تمثل الرئاسة لكنه يبقى مواطنا لمدة 15 سنة. لا، الشخصية ليست بالبساطة حتى أن نقول أن هذا التصريح يعني نأخذه بهذه البساطة وبكل. أنا أقول بأن تصريح قسنطيني كما هو معروف وكل من يعرف هذا الرجل أنه لا يستطيع أن يتجرأ وأن يصطنع تصريح كهذا في هذا الوقت بالذات. لماذا لا يستطيع؟ لا يستطيع. ما هي الفائدة من أن يصرح بهذا التصريح أو أن يدلي بهذا الافتراء إذا سلمنا على أنه افتراء؟ وهنا أقول بأنه هذا جزاء من كان في يوم من الأيام يقدم تقارير على مغلوطة، تقارير كاذبة، يصور صور كاذبة على حالة المواطن الجزائري، حالة حقوق الإنسان في الجزائر. طيب نبدأها مثلا من حقه في الصحة، من حقه في التعليم. هذا موضوع آخر. كل هذه التقارير. دعني فقط أطرح السؤال الذي طرحته أنت على السيد سي عفيف. ما مصلحة قسنطيني إذن إن كان قد اخترع هذا الكلام فعلا، ما مصلحته في ذلك؟
هذا السؤال لابد انه يطرح او يوجه لقسنطيني بكل صراحه. هل تعتقدون، ونحن نعيش في الجزائر ونعرف يعني الواقع السياسي، هل تعتقدون ان فخامه الرئيس يعني يدلي بهذا التصريح؟ ونحن نعرف شخصية فخامة الرئيس، ونحن بعيدين عن الرئاسيات، ولو أن بكل صراحة ولو أن الدستور واضح يسمح لكل مواطن أنه يترشح، والحرية لفخامة الرئيس إذا ترشح فخامة الرئيس. أنا أعتقد طيب ألا يذكركم هذا بتصريحات مماثلة كان قام بها لا قبل العهدة الرابعة، قام بها المجاهد الجزائري المعروف ياسر سعدي، كان تحدث عن استعداد بوتفليقة آنذاك لعهدة رابعة في ظل جدل صحة الرئيس، وهذا الكلام الذي أطلقه قسنطيني هذه المرة يذكرنا بكلام ياسر سعدي. ولكن نحن لا نعتقد بكل صراحة، ونحن في دوالب الدولة ودوالب السياسة، نحن لا نعتقد أن فخامة الرئيس يدلي بهذا التصريح، ونحن في تحضير انتخابات هامة بلدية وولائية، ونحن أيضا ننتظر انتخابات أخرى وهي تجديد أعضاء مجلس الأمة، نصف أعضاء مجلس الأمة. أنا أعتقد أن الرئاسيات يعني سابقة لأوانها. طيب يريد الرد السيد إسماعيل خلف الله. أنا والله أعتقد بأن هذه التصريحات جاءت يعني كان من مقصدها أنها تغيير أو تحفيز الرأي العام وتوجيهه لجهة معينة، كما حدث في 2012 عندما موجهة من قبل من؟ موجهة من الرئاسة وموجهة من السلطة. هذه كانت رسائل موجهة من السلطة عن طريق هذه التصريحات، ولكن عندما لقيت يعني هناك من يقول إن الرئيس النتيجة خليني أستاذ عفوا أساسا في صحة غير جيدة ولا يستطيع لقاء أحد، فكيف نقول بأنه قد أنا أقول خليني نكمل. أنا أقول بأن اسمح لي أستاذ، اسمح لي لحظة. أنا أقول بأن هذه التصريحات جاءت لتوجيه رسائل، وهذه الرسائل لم تعطي نتيجتها، وكانت نتيجة عكسية. النقاش غير مسموع للأسف. أنا طلبت أن أتكلم، ويعني هذا ما هو حوار، يعني هذا ما هو نقاش. يا أستاذ خليني نتكلم، ولك حقك. سيد عفيف سأعود إليك بعد قليل. لا خلينا من فخامة الرئيس. نحن نحلل تصريحات مسؤول، كان مسؤول على رأس مؤسسة وحقوقية لمدة 15 سنة. خلينا نحل هذه التصريحات. سيد إسماعيل خلف الله لحظة. سأعود إليك سيد سي عفيف. سأعود إليك، أعدك بأنني سأعطيك الكلمة بعد قليل حتى ترد. واصل. أقول بأن هذه التصريحات جاءت لتوجيه الرأي العام، جاءت لإعطاء رسائل، ولكن عندما لوحظت أن هذه الرسائل أخذت منحى آخر فجاء هذا التكذيب وهذا التفنيد. جاءت لجس النبض يعني؟ لا هذا اللي جاءت قضية هذه الانتخابات المحلية ما هي إلا مطية ل 2019. هذه صراحة، هذه حقيقة والواضح في التصريحات. هل يعقل أن تغامر السلطة بافتراء تصريحات من هذا النوع، باختراع تصريحات من هذا النوع لمجرد جس نبض المواطن؟ أريد بهذه التصريحات لتوجيه الرأي العام على أساس أن الرئيس في صحة جيدة وعلى أنه جاهز ل 2019. إذن واضحة الأمور، ولكن لما أخذت منحى آخر جاء التفنيد. ما هو المنحى الآخر؟ المنحى الآخر هو الرفض، هو الجدل السياسي. هذا التفنيد العوض أن يخدم يعني السلطة، ولكن جاء يعني ضرب في مصداقية الرئاسة، لأن هذا الرجل ما كذبوا هذا الرجل ويقولوا باللي أنه كاذب ومفتري وكذا. يعني أنت بالأمس القريب كان لمدة 15 سنة وهو يقدم تقارير معنا. هذه التقارير التي كان يقدمها هي تقارير كاذبة وتقارير مبنية على الافتراءات. رد سيد سي عفيف، لك الكلمة الآن. هذا رأيكم، يعني بكل صراحة هذا رأيكم، ورأي ضيق جيدا. أنا تجهلون الحقيقة. هل فخامة الرئيس في حاجة إلى ترويج مثل هذه التصريحات عن طريق شخصية مهما كان المستوى تاعها؟ فيه نحن ننتمي إلى أكبر حزب في الجزائر، فأنا أعتقد أن الحزب الذي
لديه يعني الشرعية لكي يدلي بهذه التصريحات. طيب، بما أنك تحدثت عن الحزب الذي لديه الشرعية، نتحدث عن السيد جمال ولد عباس. جمال ولد عباس قالها بصراحة إن هناك ربما تحضيرا لعهدة خامسة لبوتفليقة. السيد أحمد ويحيى الوزير الأول قال أيضا بأنه لن يترشح عام 2019 في حال لم يترشح بوتفليقة. هذا تصريح يعني بدا واضحا بالنسبة لجميع المراقبين السياسيين بأنه دليل على نية الرئيس الترشح أو محيط الرئيس الترشح لعهدة خامسة. لابد أن نكون واضحين يعني بكل صراحة. فإذا ترشح أو أراد أن يترشح فخامة الرئيس إلى عهدة خامسة، فنحن أول حزب يعني، ولدينا الأغلبية على كل المستويات، وسوف نحرص على الأغلبية على مستوى المحليات، وسوف نرافق هذه الشخصية التاريخية، سوف نرافق فخامة الرئيس إلى انتخابات أو العهدة الخامسة. وهذا احنا ما ناش حشمانين. لماذا كل هذه التأويلات اللي ما عندها حتى أساس؟ طيب، كلام جميل. ما ناش حشمانين. لماذا تلجأ السلطة إلى فاروق قسنطيني لتعبر عن نية الرئيس للترشح لعهدة خامسة؟ وما هي فائدة فاروق قسنطيني في تصريحاته هذه؟ ما هي الفائدة التي سيجنيها فاروق قسنطيني؟ فاروق قسنطيني لما حسابات سياسية، حتى تصفية حسابات سياسية. هناك من يقول إنه أبعد من مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان. أنا أطرح أسئلة، تفضل. أنا أقول بأن تصريحات فاروق قسنطيني لماذا أتت في هذا الوقت بالذات، ولماذا هذا الهجوم الشرس على قسنطيني الآن من أطراف السلطة يعني، ومن حزب الأفلان يعني. ولد عباس قام وقام الدنيا على هذه التصريحات، ويقول يصرح يقول باللي هذا الرجل يجيب لنا الأدلة إذا التقى بالرئيس. الأدلة هو على علم بأن الرئيس لا يستطيع أحد أن يصور الرئيس منذ حادثة فالس. الآن الشخصية التي تلتقي بالرئيس يمنع منعا باتا أن تتم التصوير يتم في هذه الاجتماعات التي تصور على أساس أنه اجتمع بالوزراء وكأننا نرسم يعني فيلم كذا وهكذا. هل زادت هذه الواقعة، هذه التصريحات من منسوب الغموض حول خلافة بوتفليقة ومن يحكم البلاد فعليا؟ أقول بأن هذا التفنيد هو جاء ليخدم السلطة ويخدم الرئاسة، وإذا به ورطها في عدة صور، في عدة زوايا، في عدة نقاط. وأظن أهمها هي أن هذه المؤسسة التي كان يرأسها قسنطيني كانت مؤسسة تفتري على هذه التقارير وتمد تقارير غالطة يعني غير صحيحة، على أساس أن هذا الرجل أصبح بين عشية وضحاها رجل مفتري، رجل كاذب يصطنع هذه التصريحات. ليس هناك إذن تصفية حسابات بين قسنطيني والرئاسة أو لا، أنا أستبعد كل البعد على أساس أن قسنطيني هذه التصريحات جاءت لتصفية حسابات بينه وبين السلطة. رد السيد سي عفيف في الجزائر العاصمة على هذا الكلام تحديدا، وحول من يقول إن هناك تصفية حسابات بالنسبة لقسنطيني. والله انا اتفاجأ يعني. هذا الخطاب سمعناه عندها سنوات يعني. هو يتكلم بنفس الخطاب ونفس التصريحات ونفس التأويلات يعني. بكل صراحة يتكلم على اوضاع عولجت من طرف الصحفيين ومن طرف الرأي العام، عندها سنوات. وانا اعتقد ان فيه نوع من ربما الهجوم ضد النظام القائم، النظام الذي بين أنه مستقر، النظام بين أنه حافظ على سيادته يعني وعلى سلمه وعلى وحدة. يعني هذه الواقعة سيد سي عفيف تذكرنا بما حصل منذ أشهر قليلة. عفوا، يذكرنا بما حصل. دعني فقط أطرح السؤال عليك. لا أطرح فقط السؤال. هذه الواقعة تذكرنا بما حدث يعني. أسأل وأطلب منك توضيح، على الأقل أطلب منك التوضيح يعني. أعطيك ما يقال وأطلب منك توضيحا في المقابل.
هذه الواقعة تذكر البعض بما حدث منذ أشهر عشية إقالة عبد المجيد تبون. كان هناك بيان خرج عن الرئاسة، موقع من الرئاسة، تم تسريبه في وسائل الإعلام، نشرته قناة النهار، حول عدم توافق الرؤى بين الرئيس بوتفليقة وأيضا السيد الوزير الأول آنذاك عبد المجيد تبون. فقيل إن هذا البيان خاطئ ومغلوط وإنه كذب ومجرد افتراءات وادعاءات، ولكن بعد أيام قليلة تمت إقالة تبون وتم تعيين أحمد أويحيى في محله. هناك أين المشكل؟ هناك تطابق، هناك تشابه، هناك تقارب في القضية. القرار أخير يرجع إلى لا أين المشكل؟ فالقرار أخير يرجع إلى فخامة الرئيس. أين المشكل؟ قرر الرئيس أنه يقيل شخصية ويعين شخصية أخرى. أين المشكل؟ ولكن المؤسسات قائمة بذاتها. المؤسسات الآن نحن بصدد أي مؤسسات اللي قائمة؟ هذه مؤسسة الرئاسة غائبة عن الوجود يا رجل. أين المؤسسات؟ ما هي هذه المؤسسات؟ خلونا من هذا لغة الخشب هذه. ما هي هذه المؤسسات اليوم؟ ليس لكم الحق. أنتم ليس لكم الحق. أنتم من تستفيدون من هذا الوضع، أنتم المستفيدون من هذا الوضع، فأنتم تطبلون لهذا الوضع وبقاء هذا الوضع. الرجل قعيد لا يستطيع. اسمح لي نكمل. يكون النقاش مسموعا. ندع السيد سي عفيف يكمل. لا اسمح لي نكمل. في أكثر من 50 تشكيلة سياسية ومعارضة شاركت في الحملة الانتخابية، ولأول مرة. وأنا نقول لك أنا الحملة الانتخابية جرت في جو ساده الهدوء والطمأنينة، وهذه بشهادة الجميع، حتى بشهادة الرؤساء الأحزاب تاع المعارضة. إذن هذا هي صحة المؤسسات. ونحن أي انتخابات يا رجل؟ أي انتخابات؟ هذه الانتخابات هذه الكرنفالات. في انتخابات. شوف أنت ما عندكش الحق. ليس لكم الحق أن تتكلمون. أنا جزائري وأتكلم يا سي عفيف، أتكلم وكنت مشارك ليس لكم الحق أن تتكلمون التي تم تصويرها. عندي الحق يا أستاذ عفيف. ليس الجزائر ليس حقوقكم. أنا جزائري ولا تقصيني ولا تقول لا تقصيني يا أستاذ عفيف. شارك في الانتخابات. ليس لدي الحق ولدي الحق أن أعارض. لحظة سيد إسماعيل. كيف يقصيني؟ يقول لي ليس لك عندكم عندكم مشاكل خاصة لا تعارض بهذه الطريقة. أنا أعارض بالرأي الذي أراه، إسماعيل خلف الله. مش بالرأي اللي تشوفه أنت، لأنك أنت مستفيد. وإلا سأضطر لقطع البرنامج. سأقطع البرنامج. سيد عفيف، الكل هنا، كل من يدعى إلى قناة فرانس 24 لديه الحق في التعبير عن رأيه. السيد إسماعيل خلف الله لديه الحق في التعبير عن رأيه، وأنت لديك الحق في التعبير عن رأيك. ولكن لا تغليط الرأي العام. طيب كيف يقول لي ليس له الحق؟ نحن هنا أستاذة دنيا يسحب هذا الكلام يقول لك ليس له الحق. كل من يدعى إلى فرانس 24 كل من يدعى إلى فرانس 24 لديه الحق في التعبير عن رأيه. كل من لديك الحق ولديك الكلمة للرد. الجزائر ليس ملكيتكم يا رجل. سيد إسماعيل خلف الله. يا الأخت تفضل. لا يا الأخت، أنا رجل سياسي. يا الأخت، ننتمي إلى تشكيلة سياسية محترمة. أنا إذا تكلم قائد من الأحزاب التي تشارك في المنافسة السياسية في الجزائر في الانتخابات لها الحق أن تتكلم. إذا كان فيه اختلالات لها الحق أن تتكلم. إذا فيه تجاوزات لها الحق أن تتكلم. سيد إسماعيل خلف الله هو مواطن جزائري ناشط سياسي، ليس له دخل، لديه الحق أيضا في التعبير عن رأيه. في المسار السياسي. يا أستاذ عفيف، عفيف خليني نرد. أنا أقعد أتفرج، يعني أنا أقعد أتفرج بالطريقة هذه. لا كيف؟ لا إذا عندكم حسابات. طيب الرجل يقصيني، الرجل يقصيني. لك الكلمة الآن ولا نتحدث عن الأقسام. قالها كلمة دعونا نرد بموضوعية، دعونا نناقش هذا الأمر بموضوعية. أرجوكما لا ندخل في مزايدات، أرجوكما. طيب سيد إسماعيل خلف الله، القدرة أجبنا على هذه الأسئلة. ما هو سر هجومكم على قسنطيني هذا الذي أصبح قلبتوه بين عشية وضحاها رجل كذاب، رجل مفتري. كيف هذا؟ من تصريح قسنطيني ذهبت إلى أمور أخرى. لا، من تصريح قسنطيني ذهبت إلى أمور أخرى. هذا يعني أن لديكم نوايا يا رجل غير حسنة. لا هذا اسمع، لا نحكم على النوايا. أغنية التحديد. نحن هنا لا نحكم على النوايا ونناقش الموضوع بحياد وموضوعية ونستمع إلى كل طرف وكل رأي.
سيد اسماعيل خلف الله، ردك على الانتخابات المحلية، هو يقول بأن هناك أحزاب مشاركة بموضوعية. أكيد بموضوعية. لحظة سيد سي عفيف، نعطيه حق الرد قليلا. قال لك بأن هناك انتخابات محلية تشارك فيها المعارضة. طيب سيدي الكريم، أنني كنت مشارك. أنا كنت مشارك. خليني يتكلم. سبحان الله، خليني يتكلم على صحة الانتخابات. البرنامج انتهى مع الأسف، وأنتم ما لم تستمعوا بعضكم. أنا كنت مشارك في التشريعيات. أنا كنت مشارك